مرة اللي كتكون ما عندهاش اصدقاء او الاصدقاء ديالها قلال، هاد المرأة كتلقاها امينة، ما عندهاش مشاكل، كتكون عايشة حياتها مرتاحة لانها فهمات الحياة مزيان، وكتكون تعلمات على ان الجودة اهم من الكمية. ما محتاجاش يكون عندها اصدقاء بزاف باش تثبت قيمة نفسها، ثقتها بداخلها ماشي من اراء الاخرين او بموافقتهم. كتلقاها ما كتخافش من وقفتها بوحدها لانها عارفة وواثقة من مدى قوتها. كتكون تلقائية، كتعرف كيفاش تتعامل مع طاقتها والناس اللي غادي تسمح لهم باش يدخلوا حياتها، لانها شافت الصداقات المزيفة والغدر والقيل والقال، وقررت على انها تبعد من هادشي كله وبنات حياة سلمية ما فيهاش قوة الكذوب والغش والخداع، وهي الآن كتعيش سعيدة. هي دابا مرتاحة وأكثر سعادة بصحبتها لنفسها، عارفة بأن الأصدقاء الحقيقيين نادرون، فلهذا قررت باش يكون عندها أصدقاء قلال وحقيقيين بدل كثرة الأصدقاء مزيفون، أشخاص ثبتوا على وفائهم وإخلاصهم. هي راه ما كتضيعش وقتها في علاقات لا معنى لها، عندها وقتها ثمين وغالي